السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هقول لك على 7 حاجات تقدر تستغل بيهم وقت فراغك كتعليم كتطوير من نفسك وتستفيد بيهم حتى في وقت فراغك وتكون ممتعة جدا. الحاجات دي في حاجات مفيدة وفي حاجات ممتعة يعني، وتستفاد منها برضه. الممتعة دي تستفاد منها جدا. كل يوم ما تصحى من النوم وانت حاسس نفسك انك في اليوم ده هتعمل حاجات كتيرة جدا، ولكن مع اول مهمة بتكون محدد دي بتلاقي نفسك عايز تقول هنعملها بكرة هنعملها بكرة. وفي ايام اللي احنا في الاجازة حاليا باقي خلاص اجازة قربت تخلص، لو انت عرفتش تستغلها صح فانت يعتبر ضاعت منك حاجات كتير. فالفيديو ده اقول لك على 7 حاجات تستغلهم في وقت فراغك، حتى في الدراسة اكيد يبقى معاك وقت فراغ ومش معاك حاجة تعمل لي، وحتى في الاجازة حاليا تقدر تستغلهم وتستفاد بيهم لو انت داخل اي سنة دراسية او داخل ثالث ثانوي. بالذات عشان داخل ثالث ثانوي فالحاجة دي هتفرق معاك جدا. 7 حاجات بس كل وقت فراغ طبق منهم حاجة او طبق منهم حاجتين او طبقهم كلهم استفاد جدا يعني. وحابب اقول لك انك انت لو كل يوم تاخد 10 دقايق من يومك تعمل فيهم حاجة جديدة خلال 21 يوم هتبقى دي عادة بالنسبة لك يومية. فانت لو قرأت القرآن كل يوم 10 دقايق لمدة 21 يوم هتبقى دي عادي في يومك ما تقدرش تبعد عنها. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ على أول حاجة. بص، أول حاجة بالنسبة لي دي أهم حاجة يعتبر في ال7 حاجات أو من أهمهم، اللي هي ذكر الله. أنت قاعد مع نفسك تقدر تذكر الله بأي ذكر في بالك. ومن أهم الأذكار اللي لازم تهتم فيهم في وقت فراغك، أنت أول ما تصحى تصلي الفجر تقعد ما فيش حاجة تعملها في أول يوم، أو مثلا معك مدرسة أو في الأجازة حاليا لسه ما رحتش الجيم بتحضر فطورك. انت ما بتحضر فطورك تقدر تقول حاجة مفيدة، تقدر تقول انت وبتاكل مثلا، انت لو بتحضر بتطبخ بتعمل اي حاجة للفطور تقدر تقول اذكار الصباح. اذكار الصباح ما تاخدش معاك 5 دقايق او 10 دقايق بالكثير وهتفرق معك جدا، لانها اذكار الصباح يعني تحميك من حاجات كتير جدا باذن الله. برضه بالليل مثلا بعد العصر كده كن في الجيم او كن وقت فراغ. أصل العصر ده يعتبر وقت فراغ بالنسبة لناس كتير، فانت في العصر تقدر تقول اذكار المساء اللي برضه يعني يبقى انت معاك وقتين فراغ بالنسبه لك في اليوم تقدر تقول فيهم الاذكار بتاع الصباح والمساء. بعد ما قلت الاذكار بتاع الصباح والمساء تقدر تستغفر ربنا، تسبح ربنا، لا اله الا الله، الله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اذكار كتير جدا تقدر تقولهم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وفي خانة الذكر برضو تنساش الدعاء. أول ما تجي سيرة الدعاء تفتكر أهلنا في فلسطين ربنا ينصرهم يا رب. تاني عادي وهي القراءة، هي بسيطة ولكن قوية جدا. لو كل يوم تقرأ 5 صفحات في خلال شهر ممكن تقرأ أكتر من كتاب، يعني أكتر من كتاب. كمية المعلومات اللي أنت تكسبها كبيرة جدا. أهم حاجة القراءة، كل يوم تقرأ 5 صفح. يعني مثال كتاب لأنك الله، كتاب حوالي 190 صفحة. فأنت لو قرأت 190 صفحة كل يوم 5 صفحات جينا على الآلة الحاسبة ب150 صفحة في الشهر. كل شهر تقرأ 150 صفحة، يعني الكتاب ده ياخد معاك شهر. وحاجات بسيطة شهر مثلا شهر 8 أيام بالضبط. فأنت شهر 8 أيام تقرأ كتاب كامل، وشهر تاني تقرأ كتاب تاني. يعني في خلال سنة تقرأ لك حوالي 12 كتاب. كمية المعلومات اللي هتكون كسبتها من الكتب دي أضمن لك بنسبة 100% ما فيش صفحة هتقرأها من كتاب مش تستفاد منه. ثالث حاجة الاستماع. تشغل ودانك، ما تقولش على طول تتكلم. اهم حاجة تسمع. البودكاست هو الحالة الحلوة فيه انك انت بخليك تسمع اللي قدامك. وانا كنت منزل فيديو في افضل 5 بودكاست سمعتهم، ظهرلكم دلوقتي هناتا او هناتا يقول لكم الفيديوهات. برضو الفيديو تخشوا وتسمعوا الفيديو هيفيدكم جدا. في 5 بودكاست انا بسمعهم دائما. وبرضو مع الاستماع بتاع البودكاست اسمع القرآن الكريم بشيخك المفضل. انا بالنسبة لي بسمع دائما الشيخ ناصر القطامي او منشاوي. قليل بسمع ياسر الدوسري، قديس ابكر، من اكتر القراء دول اللي بتفضل اسمع لهم. رابع حاجة في العادة الثانية قلت لك اقرأ الكتب، وفي العادة الثالثة قلت لك اسمع القرآن، في العادة الرابعة قلت لك اقرأ القرآن. لو كل يوم تقرأ لك جزء أو أقل من جزء على حسب مقدرتك. في البداية ابدأ بأقل من جزء عشان تاخدها بالتدريج، والأفضل تقرأ جزء كل يوميا. فأنت تقرأ جزء يوميا حرفيا القرآن قراءته بتريح القلب. عن تجربة أنا أقول لكم إن هذا حصل معي. أنا هذا صحيت
يعني صحيت متأخر شوية، صلاة الفجر وبعد كده جيت أقعد أعمل شوية مهام كدتها. وفي نص اليوم يعني من 10 دقايق كدت كنت مقرر إنه مفيش وقت إني أصور فيديو. فجأة كده قلت أقرأ صفحتين قرآن، قرأتهم والله راحة اللي جت في قلبي. ومسكت القرآن، يعني مسكت القرآن وقراءة منه مريحة جدا. أول ما قرأت على طول قمت وصورت، وحتى الآن أنا بصور ومستمتع جدا بالتصوير. خامس عادي الألغاز. هتقول لي يعني ايه حل الألغاز؟ أقول لك حل الألغاز في تطبيقات على التليفون. الألغاز دي بتصحي المخ. اكتب على جوجل بلاي أو أب ستور ألغاز ذكية، ألغاز ذكاء، وقدرتها هيجيلك حاجات كتير جدا. تعال بينا نخش على الخطوة السادسة. الخطوة السادسة، انت اكيد يومك مش بيمشي وخلاص. ما خليش يومك يمشي وخلاص. اهم حاجة يبقى معك خطة لاسبوعك، خطة ليومك، خطة لشهرك. يعني الخطة السادسة ممكن تفهمتوش لغاية دلوقتي. تخطيط، خطط لهدفك. عندك هدف، عندك حلم الكلية، عندك حلم انك يجيب دخل من مهارة معينة انت بتعلمها. كل اسبوع حط خطة. يعني مثلا في الدراسة، كل اسبوع تحط خطة انك انت توصل، تكون حفظت مثلا 100 كلمة في الاسبوع دي. تكون ما قمتش ولا حصة. امس كتير. سبع حاجة، اكيد في يومك كم ساعة بتقعد على الموبايل؟ كم ساعة؟ كم ساعة بتقعدها على الكمبيوتر؟ كم ساعة بتقعدها تقلب في السوشيال ميديا؟ فانت خلي ساعة من يومك روح فيها الجيم. روح الجيم، العب رياضة. او في البيت، اقعد العب جيم، العب رياضة، اتدرب، اعمل تمارين. في تطبيقات كتيرة جدا على جوجل بلاي. في النهاية بقول لك الحاجات اللي قلتها لك دلوقتي من الحاجات الأساسية، يعني مش الأساسية، الحاجات المهمة اللي انت المفروض تعملها. انا هحاول انفذها قبل ما ابدأ الثانوية العامة. وحابب أبشركم إنه في سلسلة قوية جدا هتنزل في الثانوية عامة في الدراسة. بإذن الله تنزل قريب جدا جدا، في خلال أسبوع أو أسبوعين هنزل تفاصيل السلسلة بتاعت ثانوية عامة. وعلى الموضوع اللي حكيناه في الفيديو ده، الوقت بتاعك يعني ذهب. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول: الآن مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأنت الفراغ اللي في يومك ده كنز تقدر تستغله في حاجات كتيرة جدا، كنز حرفيا. وفي الفيديو قلت لك اتنين، قلت لك تعمل ايه في فراغك، تعمل ايه في صحتك، رياضة. وانا حذرتك وانت براحتك. والله اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.